السلام عليكم ورحمة الله في فيديو جديد. هذا الفيديو غنصايبو على حساب الروسيتا ستون. بما ان الفيديو الاول ما شرحت فيه مزيان، كنت كنسحاب كلشي عنده مفاهيم اساسيه في البرمجه. قبل ما نبدا الفيديو، اللي بغى ندخل ليه السوايع اللغات بجوج ولا ثلاثه، 15 ساعه 30 ساعه، مرحبا به. العرض مناسب غا ب100 درهم. ودابا نوريكم الطريقه اللي بغى يخدمها الراسو. اول حاجه خاصنا ندخلو البي سي ديالنا هي VS كود. كتمشي لجوجل كتكتب داونلود VS كود اللي هو هاد الزرق. بما انني انا شارجيتو ديجا، ها هو عندي سميتو فيزيال ستوديو كود. الا كان عندك الويندوز اتكليكي هنايا، الا كان عندك لينكس اتكليكي هنايا، الا كان عندك الماك اتكليكي هنايا. من بعد فاش كتشارجي الفيس كود زرق، كتدخلو عندك البي سي ديالك، ولا كتكتب لبا علي في جوجل، كيطلع لك الموقع ديالي وحتى الجيت هاب. بحال بغيت تدخل من الموقع ديالي عادي، بغيت تدخل من الجيت هاب دخل. الا دخلتي للموقع اتهبط لتحت، هنايا غتلقى هنا اليوتيوب، هنايا الانستغرام، لينكدين والجيت هاب واللي بغينا. غندخلو للجيت هاب، غطلع لك صفحه ديال الجيت هاب ديالي بحال هكا. غتمشي لتحت عاوتاني، غتقرا روسيتا ويزارد، غتدخل لهاد الريبو، تكليك عليها. من بعد غتمشي للريليسز، غتوطع على كونترول وتكليك على نيو ريليسز هنايا، حيت هاد الصفحه بغيناها مازال. هنا الا قرينا الاباوت مي، كاتب لكم support me with a donation on CH Bank. Every contribution big or small means a lot. Thank you for your support. هذا هو الريب ديالي. دير هنا كوبي يطلع لك، وهذه هي السميه ديالي. حنا بغينا هذا الكود عاوتاني. الا كليكيتي هنا راه كيتكوبا، ندير له كوبي لا كوبي، المهم نسخ. غنبقاو عند هاد البلاصه، غنمشيو للصفحه اللي دخلنا ليها من قبيله سميتها نيو ريليسز. غنجيو لاخر نسخه هي في جوج صفر جوج. غندخلو عندنا روسيتا ويزارد كروم دوت تار دوت جي زد. من بعد فاش كتدخل عندنا كنشدو سميت هذاك الملف، كنديرو ليه كوبي، كنديرو مجلد جديد اللي هو دوسي جديد، كدير كنترول شيفت ان، كتسمي داك المجلد الدوسي، تسميه بالسميه ديال داك الملف اللي هي روسيتا ويزارد كروم دوت تار. هذا الامر عادي. انا خد داك الملف اللي شارجينا درنا ليه داونلود من الجيت هاب ديالي، غنحطوه في داك الدوسي. الامور دابا واضحه وسهله. ها هو هذا الملف في الدوسي اللي صايبنا. اخر مره دخلنا بالسي ام دي، هاد المره ما نعقدوش الامور. انهز هاد الدوسي اللي صايبنا، غنحطو فوق في اس كود اللي هو فيزيو ستوديو كود. هذه الطريقه الاولى اللي بغيت تدخل الفي اس كود. غنخرج دابا نوريكم طريقه ثانيه. غنجيو لداك الدوسي، غنوطيو على الرايت كليك، نديرو شو مور اوبشنز. الا كان عندك الويندوز 11، اما الا كان عندك الويندوز 10 راه تلقى اوبن ويز كود، هو هذا. المهم هو حنا ندخلو داك الدوسي بفي اس كود. من بعد اما نكليكي على كنترول شيفت اي على حساب الكيبورد اللي عندك، ولا نشوفو نيشان هاد ثلاثه نقاط، غنكتبو غنوطيو عليهم، غنوطيو على التيرمينال، نيو تيرمينال. كتطلع لك بحال هكا في التيرمينال.
كنرجعوا لديك الصفحه ديال جوجل اللي فتحنا في الاول، كنسخو هاد الكود اللي هو تار اكس في زد اف وسميت الملف، كنلصقوه هنا، كنعطيو على انتر. من بعد يخرج لينا واحد الملف فيه واحد الملفات. كنجيو نتاكدوا ها هو الدوسي اللي خرج لينا فيه هاد الملفات، فيه جوج دواسا، واحد سميتو ديست ستاتيك والملف الثالث سميتو ماني فيست. هاو كنجيو لجوجل، كنكتبو كروم عفوا، نقطتين، جوج سلاشات اكستنشنز. اول مره كيكون عندك هاد ديفلوبر مود اوف، حنا نديرو ليه اون، غتكليكي هنا غيطلع ليك اللود امباكت. انا طاو على اللود امباكت، نمشيو للدوسي اللي صايبنا اللي هو هذا، ها هو جديد سميتو روسيتا وزد كروم. نديرو هنا سيليكت فولدر، فاش كيطلع لينا ستاتيك تيست كنديرو سيليكت فولدر. الى نجحت هاد العمليه كتطلع لك الاكستنشن في جوجل سميتها روسيتا ويزرد اللي هي الساحر روسيتا. المهم دابا كلشي هو هذاك مزيان. كنمشيو للروسيتا دابا، كندخلو ليها، فاش كتدخل الروسيتا انا هنا ديجا عندي 31 ساعه و25 دقيقه دخلتها. هنا واش نتاكدوا واش ان هاد الاكستنشن خدامه، نزيد واحد 5 دقائق، يعني تولي عندي 31 ساعه ونص. من بعد كندخلوا لهنايا فلوينسي بويلدر، حيت الاكستنشن ما طلعش لينا الا كنا في الصفحه ديال الاسئله والاجوبه. ندير ريزيمي، غنختار شي تمرين مازال ما درتوش بحال هذا given feedback بارت 1. غندير ستارت. اول حاجه كما قلت لكم خاصكم اول حاجه ضروري ديروها هي تجاوبوا على التمرين الاول راسكم. مثلا هنايا عندي خاصني نتفرج في هذا الفيديو، فاش كيكمل كدير نيكست اكتيفيتي، كتنتظر ان الميكروفون يتشارجا، كدير مايكروفون تشيك بيجين، كتكلم واش يكمل، كدير كونتينيو. من بعد كتبطا على الاكستنشن اللي هما هنايا، كدير بين الاكستنشن ديالنا، كطلع لك هنا. دابا ادخل اي دقيقه بغيت تزيدها تزاد، حنا قلنا نزيدو 5 واش نديرو فاليديت واش نعرفوا واش الاكستنشن خدام ولا لا. وكاين واحد الاشكال تاني هو فاش ما كتخدمش الاكستنشن ماشي الديفو منها، وانما السيرفر ديال روسيتا في بدايه العام كيكون يعني ثقيل، اما دابا راه خفيف. كندير اد مينيتس، كنتظر شويه كيتزادو. غنخرج من هذا التمرين، غنرجع لديك اللانش باد. كما كتشوفوا دابا راه تزادوا الدقائق، هما 6 دقائق اللي تزادوا. بالنسبه اللي بغى نخدم ليه السوايع يتواصل معايا في الواتساب الا ما كانش عنده الامكانيه انه يخدمهم من راسو. وهنا تكون نهايه الفيديو ديالنا، ومرحبا بكم الا بغيت نخدم لكم السوايع.